شخص لونه أسود يتغير يصير لونه أبيض، شلون؟ صح مو كل الناس يقدر يسوي هذا الشيء، بس إذا كان الإمام الحسين فيجعل المستحيل متوقع. وإذا ملاحظين يوم عاشوراء أي دعاء يدعي به الإمام كان يستجاب بوقته أو بعد فترة، مثل الشخص اللي قال للإمام لن نعطيك الماء بدن، فدعا عليه الإمام أن يموت عطشا، كان كلما يشرب الماء لا يرتوي إلى أن مات. والعكس صحيح، عندما يدعو الإمام بدعاء لأنصاره مثل جون الذي كان عبدا لونه أسود ودمه أسود ورائحته نتنة وحسبه لئيم، لكن بعد أن قاتله واستشهد مع الإمام تغير كل هذا بدعاء واحد، فالذي كان عبدا أصبح حرا عندما برز للقتال، ولونه الأسود تغير إلى أبيض، رائحته إلى رائحة المسك. وبجون كانوا بنو أسد يستدلون على باقي الأنصار، لأن جون كان من يمر بجانبه يشم رائحة المسك. حتى الإمام الباقر زمانه قال كان الناس عندما يأتون بدفن أمواتهم يشتمون رائحة جون، واللي دعا للإمام أريد أقول له شيء، ما أريد أحرجك، بس أنا محتاجك. ما رايدي إحراجك بس أنا ما يحتاجك، لا تقطع أفضالك بقطعة وداجك.